وأنا مرارا طلبت منهم، قلت جيد، أنا ممكن أتكلم مع القضية هناك مع المحكمة عبر ما يسمى بفيديو كونفرنس، فأنا أتكلم من هنا من المخابرات، من دائرة مخابراتكم أو مكتب المحامي أو من المحكمة. من المحكمة أتكلم مع المحكمة الإيطالية ويسألوني وأجيب، وهذا ممكن وسبق أن فعلناه. جيد، أنتم فعلتم هذا الشيء في عام 2004. في عام 2004 والاحتلال كان جاثما على صدر أمتنا في العراق، وكل شيء كان في أيديهم، واعتقل هناك شاب من قبل جماعة الطالباني، لبسوه يلق، نسميه يلق، ملابس مفخخة، وصوروه. بعد التعذيب جاء وقال أن ملا كركار سلمني هذا الجاكيت حتى أفجر نفسي في مدينة سيد صادق، وأنا كنت في النرويج. يعني هذا أيضا من الأكاذيب. كنت في النرويج جالس عند الخبر الكردي في التلفزيون الكردي، كنت أسمع إلى الخبر. بعدها النرويجيون سافروا ورأوا، ثم الرجل هناك بعدما سمح الأمريكان له في سجن أبو غريب تكلم عبر فيديو كونفرنس مع القضاة النرويجيين. عندما اطمأن أن هؤلاء النرويجيون صحيح، تكلم لهم، قال نعم أنا عذبت في الأيام الأولى وكسرت يدي من مكانين، من رسغي ومن ذراعي، ثم عذبت ووضعت 3 أيام في الثلاجة، ثم قالوا نخفف عنك هذا العذاب لتعترف على ملا كركار بقولك كذا كذا كذا، ويأتيك أهلك أيضا ويزورونك. قال فأنا حفظت ما يقولون الكلمات، ثم قلت بعد ذلك، وحتى هذا لم يسمحوا لي أيضا بأهلي بأمي أن تأتي إلي. فالقضاة أخرجوني من السجن في نفس الوقت بعدما انتهت المكالمة، قالوا ملا كركار في السجن، ليس لنا حق أن نسجن، تفضل أخرج. فخرجت. جيد، عملتم فيديو كونفرنس في عام 2004، لقد مضت 15 سنة على هذه الحادثة، واليوم تطور التكنولوجي أكثر، وفيديو كونفرنس أقوى وأكثر، وسكايب موجود في كل مكان، الاتصال أوضح من السابق والتكنولوجيا الحديثة. وقضيتي الآن في إيطاليا أهون من القضية السابقة في عام 2004 مع ديندار، كان الولد الكردي اسمه ديندار. فلماذا لا توافقون أن أتكلم من أوسلو وتسألوني وأجيب، إذا ما كانت هذه مؤامرة لكي أذهب بقدمي مثل جمال خاشقجي رحمه الله إلى موتي، وإلى الموت المحقق الذي أجده أمامي. يعني إذا سلمت إلى الأردن بعدها أصرخ إلى أين؟ أقول يا حقوق الإنسان وحقوق الإنسان في النرويج ما سألتني يوما من الأيام. النرويج الذي تذهب إلى دول أخرى لتعين المعوقين، وتعوقني أنا في بيتي وأنا سالم في كامل سلامتي الجسمية، لكن محتجز بغير مباشر في بيتي منذ 17 عاما بدون حقوق.